تخيل إنك ماشي في يوم عادي وفجأة بتلاقي خطوة واحدة بس بتوديك لعالم تاني، عالم شكله شبه الحقيقة بس كل حاجة فيه مقلوبة، وكل خطوة فيه ممكن تكون الأخيرة. فيلمنا بيفتح بصدمة تهزك من البداية ويسيبك طول الوقت مستني تعرف مين اللي لعب بالقدر وليه الضحية دي بالذات. بيفتح الفيلم على صباح رمادي فوق سواحل أيرلندا، والموج بيخبط في مركب قديم ملك صياد اسمه سيراكيوز. الراجل كان من النوع اللي اتعود يعيش مع البحر أكتر ما يعيش مع البني آدمين، وبيصحى كل يوم على أمل إن رزقه يتحسن، خصوصاً بعد ما الظروف هجمت عليه من كل ناحية. بعد ساعات طويلة وهو بيحدف شباكه ويرجع يشيلها فاضية، فجأة بيلاقي جسم غريب متعلق فيها. يهرب أكتر يندهش، ده جسم ست، وشها هادي وجميل بطريقة تخوف، وكأنها خارجة لسه من حضن البحر. سيراكيوز يتخض في الأول، بس بيركز إنه ينقذها. ملامحها بترجع للحياة واحدة واحدة، نفسها بيتعدل، وعينيها بتفتح كأنها فاكرة الدنيا لأول مرة. خوفه عليها بيخليه يدور على مكان آمن يخبيها فيه بعيد عن عيون الناس، خصوصاً إنها كانت مصرة إنها ما تدخلش مستشفى. ياخدها لبيت صغير قديم كان بتاع مامته، بيت معزول ومحدش يعرف عنه حاجة، مكان يليق بحد طالع من المية من غير تاريخ ولا اسم. يسيبها هناك ويرجع يجري على حياته التانية، على بنته الصغيرة أني. أني كانت أضعف من سنها بكتير،